السلام عليكم، ازيكم جميعا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده فيديو جديد. لو اول مره تشوفي القناه اعملي سبسكرايب وفعلي زرار الجرس علشان يوصلك اشعار بكل فيديوهاتنا الجديده، وما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو ده. بصوا بقى، النهارده هوريكم انا جبت ايه وهندردش كده مع بعض شويه، بس بعد الاول ايه ما اوريكم انا جبت ايه الاول. بصوا، انا طلبت التوم ده، ودي تتبيله توم وفلفل اخضر، ودي الهريسه اللي انا دايما بستخدمها. انا اول مره اشتري توم وهريسه وحاجات زي كده من بره. انا على طول بفرز الحاجات دي في البيت. ليه ما فرزتهاش في المره دي واشتريتها على طول؟ هقول لكم ليه، بس الاول خلونا اشرح لكم الاول ده. بصوا يا بنات، ده البطرمان ده 700 جرام، يعني كيلو الا ربع، هنقول كيلو الا ربع. بصوا التوم عامل ازاي، بصوا نظافته، شايفين فاتح ازاي، وشايفين اصلا التغليف بتاعه والتقفيل بتاعه عامل ازاي. حاجه بصوا محترمه، ولا تعمل معاكي ريحه في الفريزر، ولا لونه يغير، ولا الكلام ده كله. انا جبت 14 بطرمان توم، جبت 14 بطرمان توم، وجبت 3 من دي اللي هي توم وتتبيله التوم والفلفل الاخضر. بتبقى حلوه قوي يا جماعه في السمك والبتنجان بقى المخلل المقلي، وليها كده ايه استخدامات حلوه قوي. وجبت كمان 3 اهو، بصوا 3 اهو فلفل اخضر وتوم، ودول 3 كده اللي هي ايه الهريسه. شايفين والله بجد نظيفه جدا وحلوه قوي قوي قوي. احكي لكم بقى ايه اللي حصل معايا. انا جبت الحاجات دي من البيج اللي اسمها جولدن فودز، دي موجوده على الفيسبوك، وفي ناس كتير جدا على اليوتيوب اصلا كانوا عاملين لها ريفيوهات وكده، عاملين لها اعلانات. انا مش بعمل اعلان مبدئيا كده، انا مشتريه ومعايا فاتوره. بس امانه، يعني انا من النوع اللي لما بجيب حاجه وبتطلع حلوه اولا بحب افيدكم بيها، لانه في ناس كتير جدا جدا ما بيبقاش عندها خلفيه كافيه عن حاجات كتير هما بيكونوا مثلا عايزينها وما يعرفوش ان مثلا ان هي موجوده، او ان هي مثلا عليها عرض، او ان هي احسن من ان احنا نعملها في البيت. فعشان كده انا دايما بحب ان انا مش كل حاجه يعني بعملها لكم انا بكون عامله عليها اعلان خالص. والله انا بكون دافعه زي اي حد في الدنيا، ما بيبقاش حتى معمول لي خصم بربع جنيه خالص، تمام. لكن حاجه تانية بقى كمان، الاول انا طلبت الكلام ده، طلبتهم من صفحه تانية على الفيسبوك الاول قبل ما اعرف الصفحه بتاعت جولدن فودز دي. طلبت من صفحه تانية، الاوردر طالباه بقاله اكتر من 12 يوم. 12 يوم، هو قال لي بيوصل في خلال 3 ايام. حجزت الاوردر وقلت خلاص 3 ايام 3 ايام. عايزه اقول لكم عدى 10 ايام او عدى 9 ايام. يا فندم الاوردر ما جاليش وانا متعطله عليه ومش عارفه ايه، لان انا كان التوم عندي، كان عندي شنطه ومش لاقيها في الفريزر. عايزه اقول لكم ان انا وانا بنضف حتى ما خدتش بالي منها، ما لقيتهاش. فقلت ايه يبقى خلص مني. فماما قالت لي ايه، هبعت لك كيس كبير من عندي استخدميه على ما تجيبي. فهي عشان ساكنه برده بعيده عني فما بعتتوليش على طول، وانا بصراحه ما بعرفش موضوع ان انا كل ما اجي اطبخ او اعوز توم افضل اقشر توم مفروم والكلام ده، ماليش في الجو ده خالص. بحب حاجتي تكون كده جاهزه كده استخدمها على طول. فالمهم ايه، فانا قلت له يا فندم انا متعطله عليه، انا عايزه التوم. راح عمال زي ماشي يا فندم حد هيتواصل معاكي. مفيش حد يتواصل معايا. تاني يوم يا فندم ما حدش يتواصل معايا، عايزه الاوردر. يا فندم ماشي هيتواصلوا معاكي. تالت يوم في الاخر قلت له يا فندم لو مفيش اوردر قول لي مفيش، اطلب من صفحه تانية. راح قال لي خلاص يا فندم حد هيتواصل معاكي النهارده. بصوا عدى كام يوم، يهو 12 يوم. المندوب بقى اللي جه كلمني، تمام، جايب لي الاوردر. فاتصل بيا فقال لي يا فندم ممكن تبعتي لي اللوكيشن. قلت له طب ممكن بعد اذنك تبعت لي اي حاجه على الواتساب، عشان انا الواتساب في تليفون والخط في تليفون تاني، فاهمني؟ اللي هو عشان انا ابعت له اللوكيشن، اللي اخد رقمه من على التليفون اللي هو اتصل بيا عليه، اسجله على التليفون اللي عليه الواتساب وابعت له في حوار يعني. فانا قلت له طب ممكن تبعت لي. اقسم بالله انا ما كملتش الكلمه، انا بقول له ممكن طب تبعت لي انت عشان لسه، واحكي له يعني ده في تليفون وده في تليفون. راح لقيته راح مقاطعني في نص الكلام، وراح عامل زي ده بصي ده انا مش هينفع خالص، ده انا ما عنديش مساحه خالص على التليفون تاخد حتى رقم واحد، زي ما بقول لكم كده اقسم بالله. فالمهم ايه الموقف ضايقني بس عديته، قلت له ماشي وخدت الرقم وبعته له. انا بعت له اللوكيشن انا من عندي. جالي بقى يا جماعه فين؟ تحت البيت. كلمني هو تحت البيت. يا فندم انا تحت البيت. فقلت له خلاص ماشي تمام اطلع. راح عمل لي زي لا معلش ابعتي حد ياخد الاوردر. فقلت له انا ما عنديش حد ياخد الاوردر. راح عمل لي زي وانا مش هطلعه، زي ما بكلمكم كده انا كمان كده بكلمكم.
يعني عادي، هو كان بيكلمني بقى فون، لهجته اصلا في الكلام مش حلوه خالص. فرحت انا بقى اتنرفزت عليه، قلت له هو ايه اللي مش هتطلع ده؟ انا دافعه شحن، يعني المفروض الاوردر يجي لي لحد باب الشقه، هو ايه اللي مش هتطلع ده؟ وكمان انا بقول لك ما عنديش حد ينزل ياخده منك. يقول لي خلاص انزلي انت، زي ما بقول لكم كده. اقسم بالله انا عايزه اقول لكم انا كنت شايطه، كنت كتله نشاط شياط كتله نشاط، كنت شايطه جدا اقسم بالله من كتر حرقه الدم اللي هو حرقها لي. رحت قلت له هي مين دي اللي تنزل؟ انا مش نازله، هتطلع. قال لي هو انا مش هطلع. بيقول لي خلاص براحتك، زي ما بقول لكم كده، بقول له انا مش هنزل، يقول لي خلاص براحتك. اقسم بالله كانه هيشحتهم لي زي ما بقول لكم كده. رحت قلت له طب وانت كمان براحتك، واقول لك على حاجه كمان، انا مش عايزه الاوردر ده، غور بيه، زي ما بقول لكم كده. اقسم بالله ان هو كان عصبني قوي. قلت له بقول لك ايه، انا الاوردر ده مش عايزاه، الغيه وغور بيه، ما تطلعليش اوردرات. ورحت قافله السكه في وشه. ففي شركات بجد او صفحات بجد وحشه جدا جدا، وما اكتفتش بكده بصراحه. انا بقى رحت داخله على الصفحه ورحت برضك مهزقاهم، وقلت لهم ده انا هشرد لكم، وانا كنت ناوي اعمل لكم دعايه وببلاش ومش عارفه ايه، والله لا اشرد لكم، عشان انتوا اصلا يعني اخر قله ادب واخر قله ذوق، بتبعتوا ناس اصلا يعني اخر قله ادب. والله العظيم بجد انا مش قادره اقول لكم هو اتكلم معايا ازاي. فالواحد يعني حق عليه انه لما يجيب من مكان حلو، لا يقول المكان ده حلو، عشان ما حدش فيكم يقع في مثلا في مكان تاني يكون مش حلو. يعني الصفحه اللي بقول لكم عليها دي اسمها ميكس فود، اللي انا جبت منها وحصل بيني وبينهم التاتش ده. بس هما برضو بصراحه برضو عشان للامانه يعني، او لما انا زعقت معاهم على الشات وكده، فقالوا لي والله يا فندم احنا اسفين، احنا شركات الشحن مش يعني هما مش تبعنا، احنا مالناش علاقه بهم، هما بس بيوصلوا، بس احنا هنعمل شكوى ان هما ازاي يكلموا الناس بالطريقه دي ومش عارفه ايه وكده. لكن برضو هما لما كلمتهم برضو مطوحوني، يعني فين من 10 ايام المفروض الاوردر كان جاي من بدري. طلبت في نفس يعني الكلام ده حصل امتى؟ امبارح. انا طلبت امبارح الاوردر ده، قفلت معاه ورحت داخله على صفحه بقى اللي انا قلت لكم عليها ديت، ف جولي على طول جولدن فودز، اسمها جولدن فودز. فتاني يوم على طول طلبته امبارح، جولي النهارده. بصوا الفرق، المندوب في منتهى الاحترام طلع لي لحد باب الشقه، اداني الحاجه وقال لي بصي يا فندم على الاوردر بتاعك شوفي كامل ولا لا، او في اي ديفو او لا. ناس بجد بجد حقيقي محترمه. فالواحد زي ما يقول على الحلو يقول على الوحش، يقول على الوحش ليه؟ علشان الناس تبقى عارفه لا ان الناس دي محدش يتعامل معاها خالص. لكن في ناس تانية بتتعاملوا معاها ناس محترمه. فده كان الفرق. خلوني بس اقول لكم بقى الاسعار بتاعتها. بصوا يا بنات، البطرمان من ده عامل 33 جنيه، هو كيلو الا ربع زي ما انتم شايفين كده، 700 جرام ب 33 جنيه. هما كمان عاملين عروض اللي هو ازاي، هما عايزه اقول لكم على حاجه كمان، هما عندهم بصل برده في بطرمانات كده مفروم جاهز على التفريز على طول، انت تحطيه في الفريزر يعني. فهما عاملين عرض على 4 بطرمانات من اختيارك، عايزه تاخديهم كلهم توم، عايزه تاخدي توم وهريسه وفلفل وبصل، فتقدري تشكليهم زي ما انت عايزه، تاخديهم كلهم نوع واحد حسب ما انت عايزه. 4 بطرمانات من اختيارك انت ب 132 جنيه الاربع بطرمانات. انا يعتبر جبت 5 عروض من العرض ده، بس اخترتهم زي ما انتم شايفين كده. يعني انا جبت 5 عروض بس اخترت كده، جبت 14 بطرمان توم لان ده انا استهلاكي فيه جامد جدا، وجبت 3 هريسه، وجبت 3 اللي هي الفلفل بالثوم دي. نيجي بقى الكلمتين اللي قلتهم لكم اول الفيديو. طب انت ليه يا ندى ما فرستيش؟ استنوا بس الاول، لو حابين هسيب لكم اللينك بتاع الصفحه في اول تعليق مسجل، او انتوا اكتبوا جولدن فودز على الفيسبوك هتظهر لكم على طول، هي معروفه يعني. طب هتقولي بقى طب انت ليه يا ندى ما فرستيش زي ما فرستي باقي الحاجات؟ هقول لكم بقى ليه. بصوا بقى، التوم ده يا جماعه انا لما باجي اجيب توم عشان افرزه يعني مش بجيب اقل من شكاره مثلا 50 كيلو، فاهمين؟ فان انا اقعد اقشر 50 كيلو، وانت بقى بتجيبي التوم اللي هو لسه اللي طالع بيكون ابيض وطري، فانت بتشيلي بس الغلاف عليه من بره. بس ده بياخد وقت جامد، انا ما اقدرش اعملهم لوحدي. انا كنت مثلا بعملهم انا واصحابي، اما تكون مثلا ماما عندي فاعملهم، اقعد اعمل انا وهي، وبعدين مش بيتعملوا مره واحده. بعيده عنكم، اختكم بعافيه شويه، صحتي على قدي، ما اقدرش اعمل طبعا كل ده مره واحده. انا ما ببقى فاضيه بقعد اقشر شويه بقى انجزهم، وشويه على ما اقشر الباقي يكون اللي قشرته عمل قشره ونشف شويه يخنقني في الفرن. وغير بقى ايه الاكبر من كل ده بقى، ريحه
ريحه الشقه بتبقى كلها توم، وبقى بتاخد وقت جامد جدا على ما ريحه التوم بتروح منها، غير طبعا اللي انت بتقشريه ده كله تقعدي تفرمي 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 كميه فرم وريحه تملى الدنيا كلها. لا الموضوع بجد كان مقرف. فاللي هو انا في الحاجه دي اقول ايه، شراء العبد ولا تربيته. لا انا اشتريه جاهز كده، وسعره مش غالي، سعره حلو على فكره، بس ما اعملش في نفسي اللي كنت بعمله ده. انا فرسته كذا مره وقعد بيقعد معايا فترات طويله. أنا حتى بقول لكم انا ما لقيتش في الفريزر بعد ما ماما بعتت لي وانا بشيل في الفريزر اللي هي بعتته لي، لقيت الشنطه اللي كنت بدور عليها. كانت شنطه كده وفيها كده بتاع 5 6 اكياس كبار، الكيس بتاع كيلو. فشوفوا بقى حكمه ربنا يعني. المهم كمان الهريسه دي بتجيبي الفلفل وتقعدي تغسليه وتطحنيه، فاللي هو بصوا تعب ومجهود ووقت بيضيع منك، والكبه اللي انت بتفرمي عليها ممكن تبوظ منك وانت بتعملي، ما تستحملش الكميه الكبيره اللي انت هتطحنيها عليها. هم طبعا بيبقى ليهم مكن مخصوص بيفرموا عليه كميات كبيره، غير ما انت هتفرمي على الكبه حبه بحبه 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 لما هيطلع عينك. فلا بصراحه انا المره دي قلت، ومش المره دي بس، انا مش هفرس توم تاني ابدا. لو لقيتوني بفرس توم ادوني بالجزمه. مش هفرس توم استحاله تاني، لان عانيت معاه كتير قوي قوي قوي، تعب غير صوابعي كانت بتحرقني من هنا من كتر التقشير، والريحه صعبه خالص خالص. ما انصحكوش بصراحه، ما دام في البديل وعلى قد ايدي وهيريحني، ليه اتعب نفسي على الفاضي؟ ف خلينا نشتري الحاجات اللي هي هتتعبنا وتضيع وقتنا وتضيع مجهودنا على الفاضي، وممكن نشتريها بسعر ارخص وتريحنا من التعب. دي نشتريها مش عيب. لكن الحاجه اللي هتلمي نفسك بيها وتوفري كده، فرزيها في البيت انتي واعمليها انتي. لكن لو هتجيبيها غاليه لا، اعمليها في البيت. رخيصه بره، ريحي نفسك. فاهمين؟ زي ما قلت لكم كده بالبلدي كده، الحاجه اللي تلاقيها صعبه وقت ومجهود وفلوس وكل حاجه، شراء العبد ولا تربيته. اشتري وريحي دماغك. المهم يا بنات، ده كان الفيديو بتاعي النهارده. انه يا رب يكون عجبكم واستفدتوا من الكلام اللي انا قلته. وخلي بالكم من الناس اللي انتوا بتتعاملوا معاها، لان بجد في ناس قليله الذوق جدا جدا جدا، وفي ناس محترمه جدا جدا جدا. ف ده كان الفيديو بتاعي. هتوحشوني لحد فيديو جديد. باي باي.